تبص تلاقي واحدة داخلة تقول لك ايه، انا عايز اشوف شعر صدرك، وواحد تاني داخل يقول لك احنا هنتكلم ولو ارتحنا لبعض نتعرف. وتبص تلاقي شخص تاني بيقول لك انا عايز اتمرن اونلاين بس عايز اوريك حتة معينة في جسمي. وتبص تلاقي شخص تاني يقول لك انا عايز اتمرن معاك تدريب شخصي بس عايز اتمرن في جيم لوحدينا. دول شوية ناس عايرات على عجل، عيال بسكليتة عايزة حد يشمط. فانا هقول لك على حاجة انت اصلا ما تعرفهاش عني. انا اصلا ما بحبش السوشيال ميديا، وده اللي كتير ما يعرفوش عني حتى الناس المقربة. بس اي شخص بيقدم خدمة وبيبيع منتج في 2025 المفروض ان هو لازم يكون موجود على السوشيال ميديا. فانا مجبر اكون موجود على السوشيال ميديا، بس مش مجبر ان اتعامل مع واحد عجلة او واحدة عاهرة. معظم الناس بتدخل تتعرف ومش عارف ايه والكلام ده كله. بص اقول لك على حاجة، انا ما عنديش الوقت الكافي ان اقعد اتعرف على ده واقعد اتعرف على ده واقعد احرق. ما عنديش ده. انا حتى في شغلي ما بحبش احرق. انا بخرج وببسط وبعمل كل اللي انا عايزه طالما في الاطار اللي انا محدده لنفسي في الاوقات اللي انا مختارها لنفسي. ولكن ده مش معناه ان انا اروح اخرج مع اي حد ولا اقعد مع اي حد ولا الكلام ده. دي حاجات بس تعرفك مين شخص انت بتتعامل معاه. تعال ندخل بقى لجزئيه الشغل واللي الناس بتدخل لي من ناحيتها، لان من الطبيعي ان انا ارد عليك لما تكون بتكلمني في شغل. ولكن خليني اقول لك على حاجه، لما انت تشغل دماغك وتيجي تقول لي عايزين نتمرن برايفت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ماشي يا حبيبي. انا عشان انا انزل اصلا اقعد معاك قبل ما نبدا تمرين بتدفع 50% من سعر خدمه التدريب، فغير كده انا مش هنزل. يعني انا حركتي عشان اروح مكان او اروح اقابل حد، انا رايح لشغل. خارج الشغل انسى انك تتعامل معايا. فما تشغلش دماغك بقى وتيجي تقول لي ايه ده عايزين نتمرن برايفت فعايز بس اشوفك يا كوتش واقعد معاك يا كوتش ومش عارف ايه والكلام ده كله، عشان مش هيجي معايا. انك هتدفع عشان انزل بس اقابلك هتكون دافع 50% من ثمن الباقي، غير كده مفيش منه. واللي عايز افهمه لك ان انت اصلا كواحد هتتمرن تدريب شخصي انت مش محتاج انك تقعد معايا في كافيه ولا غيره، لان احنا اوريدي خلاص خلصنا كل حاجه من خلال الواتساب او المكالمه اللي ما بيننا والموضوع انتهى. هنبدا شغل على طول، هنبدا تمرين على طول. فالموضوع مش محتاج قعده. لكن انت عشان عيل عجل عايز حد يشمطك، عايز تقعد وتتكلم وتحكي. نيجي للتدريب الاونلاين. التدريب الاونلاين كل حاجه بتكون اونلاين. هتيجي انت تشغل دماغك وتقول لي طب هبعت لك صور، تروح باعت لي صوره من الصور اللي انتوا بتبعتوها، هاخد الصوره انزلها لك على كل منصات السوشيال ميديا. انت حر بقى. تخش لي واحده عاهره تقول لي وريني شعر صدرك ومش وريني شعر صدرك، هاخد سكرين شوت بالرقم وهنزله لك. انا ما بحبش اعمل الحاجات دي، بس شكلي هبدا اعملها. يعني انا لو عايز امشيها كده فهي بتجيب ريتش برضه. فبلاش توصلوا نفسكم لحته هتضايقكم. انا موجود على السوشيال ميديا عشان شغلي بس، انما انا اصلا ما بحبش السوشيال ميديا. يا رب نفهم دي. وبعدين لما انت عيل عجله ابن احبه، امك وابوك نظامهم ايه؟ عجل برضه؟ يا دي عجله يا ابن الاحبه. انا بسيب حاجات يعني انت لو شفتها، بس انت لا انت مش انت اقصد، يعني لو راجل عادي شافها هيريح. فهصوم اصوم وافطر على العجله يا ابن الاحبه عجله.